جزاكم الله خيرا وبارك الله. شكر الله لأشياخنا ما تفضلوا به ونفعنا الله بما قالوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سؤال من شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. يقول السائل: شيخنا أحببناك في الله قبل أن نراك، وزدنا حبا لك بعد لقياك، وقبل ذلك أحببنا السلفية وأهلها، ولكن يا شيخ نرى ضعفا من إخواننا في التواصي ونشر السلفية بين أوساط طلاب العالم الإسلامي في جامعتنا الإسلامية، وكذا في أوساط من يعايشونهم، فضعفت غيرتهم، فما النصيحة لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له، وبعد فأشكر السائل وأقول له: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. وأشكرك ثانيا على هذه الملاحظة القيمة على طلاب وحملة المنهج السلفي وما يعانونه من ضعف في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات الأخرى أو في بلدانهم. ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تقصيرهم في تبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر للنبي وهو أسوتنا، فهو أمر موجه إلى حملة العلم ووراث هذا النبي الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء، ووظيفة من أكرمه الله تبارك وتعالى من أتباعهم بأن وفقه للشعور بالمسؤولية العظمى التي ألقاها الله تبارك وتعالى على كاهله، وشعوره بهذه الميزة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم ورثة الأنبياء. فالأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما، فهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر على من منحه الله إياها. ومن شكرها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويخاف على هذا الذي لا يدعو إلى الله وهو يرى البدع والمنكرات تفتك بالأمة فلا يتحرك ضميره غيرة لله ولا لدين الله، فأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه اللعنات يعني استحقها بني إسرائيل لأنهم يرون المنكرات كالتفشت في أوساط أمتهم، فلم تتحرك ضمائرهم بالغير لدين الله تبارك وتعالى، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهون عن منكر. تحمل العلم مسؤولية عظيمة، ليست للارتزاق في الدنيا فقط ولكسب المعاش،
والحصول على الوظائف، إنما أنت قد تحملت وراثة الأنبياء، ووجب عليك أن تخلف الأنبياء في هذه الوظيفة فتنهض بها صادعا بها ناصحا لله ولرسوله وخاصة المسلمين وعامتهم. ومن غشنا فليس منا. فالذي لا يدعو إلى الله ويكتم العلم ويرى موجبات الصدع بالحق نافذة أمامه ثم ينكس على عقليه فلا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه معرض لوعيد خطير وسخط ربنا تبارك وتعالى. فأنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع وأن يدركوا عظم المسؤولية وثقلها فيقوموا بها على وجهها ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولينقذوا أنفسهم من الخسران. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم، إيمان قائم على العلم، عمل صالح بهذا العلم، الصدق بالحق الذي علمه ودعا يدعو إليه ويوصي به الناس ويهدم ما يقابله من الباطل بالحجج والبراهين ويصبر على الأذى. هذه الأمور شروط للخلاص من الخسران الذي ينتظر كل فرد من أفراد البشر، إلا من قام بهذه الأمور وتوفرت فيه الشروط. فيجب أن نراقب الله تبارك وتعالى، فإن مراقبة الله عز وجل واستحضار مثل هذه المعاني تقضي إن شاء الله على هذا الضعف الذي يعانيه كثير من الناس وتشجعه على القيام بواجبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى منهج رب العالمين. شكر الله لكم.